خلينا النهاردة نتكلم في موقف أعتقد كلنا أو معظمنا عدينا بيه. حتة قفلة باب العربية الجامدة دي. الموقف ده موقف بسيط قوي، بس بيسبب إحساس غريب كده، يمكن حرج أو قلق بسيط. ليه الحركة دي بتخلي الواحد يقف كده ويبص للباب كأنه عمل مصيبة؟ هو فعلا ملفت. المصادر اللي معانا النهاردة بتبص للموضوع ده من زاوية اجتماعية ونفسية أكتر. تمام. القصة مش مجرد صوت عالي وخلاص، لا، دي بتبقى لحظة صغيرة كده ممكن تكشف حاجات كتير جوانا. زي إيه مثلا؟ زي خوفنا من حكم الناس علينا، أو يمكن إحساس بالذنب كده تجاه صاحب العربية، حتى لو مش عارفين ليه بالظبط. والمشهد ده معروف قوي. تبقى نازل من عربية حد، تجرب تقفل الباب بالراحة كده، تلاقيه مرضيش، ما قفلش كويس. أيوة، بتحصل. فتقوم تجربه تاني، يمكن بقوة أزيد سنة بسيطة عشان بس تتأكد إنه قفل، وفجأة بوم، الصوت اللي بيخض ده ياخدك أنت شخصياً. وبعدها بتيجي لحظة الصمت الرهيبة دي، تلاقي نفسك لا إرادياً بتبص للباب وبتبص لصاحب العربية كأنك بتعتذر بعينيك. أيوه، كأنك بتسأل هو أنا بوظته؟ طب هو زعل؟ طب أعمل إيه طيب؟ قلق كده غريب. تمام. النقطة المهمة بقى هنا هو رد الفعل النفسي ده. القلق اللي بيحصل ده هو مش بالضرورة خوف على الباب نفسه، على الحديد. لا، مش على الحديد خالص. لا، قد ما هو قلق من الموقف الاجتماعي اللي انت اتحطيت فيه فجأة. الخوف ده ليه كذا وش. إزاي؟ ممكن يبقى خوف من رد فعل صاحب العربية، اللي هو ممكن يبقى مجرد نظرة عتاب أو حتى تعليق بسيط. هو ممكن يبقى خوف من الناس اللي في الشارع. الناس اللي ماشية وشافت. بالظبط، اللي شافوا الموقف وحسوا إنك شخص ممكن تكون دفش شوية أو مش واخد بالك. صح، بس الموضوع كمان مش بيقف عند اللي قفل الباب. ساعات صاحب العربية نفسه رد فعله بيبقى ملحوظ برضه. طبعاً. يسمع الصوت العالي ده، تلاقيه اتخض كده وبص في المراية بسرعة، أو لف راسه ويبص على الباب. ممكن حتى لو ما اتكلمش خالص تحس إنه بيفكر في إيه يا ترى؟ بيفكر إيه الصوت الجامد ده؟ طب الباب حصل له حاجة؟ الجوان سليم؟ طب العربية لسه في الضمان؟ فجأة الباب ده يتحول لقضية مهمة. وده بيورينا قد إيه فعل ممكن نشوفه عادي جداً زي قفل الباب ممكن يكون ليه أبعاد تانية خالص، اجتماعية ونفسية أعمق بكتير. تمام. رد الفعل ده سواء منك اللي قفلت الباب أو من صاحب العربية هو زي ما يكون مراية لقواعد كده غير مكتوبة بنتعامل بيها. قواعد زي إيه؟ زي احترام ملكية الغير، والخوف إننا نحرج حد أو نسبب له أي مشكلة حتى لو بسيطة ومش قصدينها. كأن القفلة دي اختبار صغير كده. اختبار لإيه بالظبط؟ اختبار لقدرتنا إننا نتعامل بحرص مع حاجات مش بتاعتنا. فهمتك. وفي كمان الطقوس الصغيرة اللي بتحصل في الثواني اللي بعد القفلة دي. زي إيه؟ زي تبادل النظرات السريع ده، اللي ممكن يبقى معناه حصل خير، وممكن يبقى معناه خلي بالك بعد كده. أو هزة الدماغ الخفيفة دي بمعنى عدت المرة دي. صح، لغة الجسد دي مهمة قوي. وأكيد التعليقات المشهورة زي بالراحة يا عم، دي عربية ملاكي مش باب أسانسير، أو إيه يا ابني هي عربية نقل. التعليق ده بالذات منتشر قوي. بالظبط، مع إن بدل كل ده ممكن ببساطة يقول إن الباب محتاج يتقفل بالراحة أكتر شوية وخلاص. النقطة دي بتوضح قد إيه التواصل غير اللفظي مهم في المواقف دي. ساعات الصمت نفسه أو النظرة بتبقى أبلغ من الكلام بكتير. كأن في حوار صامت بيحصل. تماماً، حوار عن الحدود والاحترام المتبادل. في النهاية كده، يمكن الموضوع مش خوف على الباب قد ما هو خوف من نظرة صاحب العربية لنا، أو يمكن خوف من نفسنا. خوف من نفسنا إزاي؟ خوف من إحساسنا إننا ممكن نكون مندفعين شوية، أو زيادة عن اللزوم زي ما بيقولوا. كلنا تقريباً وقفنا الوقفة دي وسألنا نفسنا، هو أنا عملت حاجة؟ صح، وده بيخلينا نفكر في سؤال تاني يمكن أعمق شوية. هل رد فعلنا ده، سواء كنا إحنا اللي بنقفل الباب أو إحنا أصحاب العربية، بيكشف حاجة عن علاقتنا بالشخص ده؟ أكتر من قلقنا على الباب نفسه؟ بالظبط. هل بنخاف أكتر من إحراج صاحبنا القريب، ولا بنخاف أكتر لو العربية دي بتاعت حد معرفتنا بيه سطحية؟ إيه اللي بيتقال وبيتوصل في لحظة الصمت المحرجة دي بعد الصوت العالي؟ سؤال فعلا يخلي الواحد يفكر. مجرد نقطة للتفكير.